الله عز وجل آمره بأن يستضيف العباد في يوم الجمعة. إيش قد يخسر هذا اللي يروح في يوم الجمعة يغفل عن هذه القضية؟ هذه الليلة مضافا إلى الأدعية والزيارة وزيارة الحسين صلوات الله عليه، التصدق عن إمام الزمان في هذه الليلة مهم جدا. تصدق لسلامته، هذا يدخل السرور على قلب إمامك وهو وسيلة ارتباط به. التعهد والالتزام هذا وسيلة ارتباط به، وكذلك الدعاء بالفرج. منه هذا الدعاء: اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن. هذا أكثر منه. في المؤمن يدعو لإمام زمانه، والإنسان العادي بمقتضى طبعه الأولي وهو مليء بالنواقص، إذا علم أن هناك من يدعو له في ظهر الغيب كم يدخل السرور في قلبه. ادعو إلى إمام زمانك حتى هو هم يدعو لك. لا تفكر هذا التفكير القاصر الذي قد يوحيه الشيطان إلى بعض الناس: الإمام ما محتاج إلى دعائك، الإمام لا يحتاج إلى استغاثتك. القضية مو قضية حاجة، قضية ارتباط ومحبة وإظهار ولاء وإظهار قرب إلى الإمام. حتى وإن لم يكن الإمام محتاج إلى دعائك، أنت محتاج إلى دعائك، أنت تتقرب إليه بدعائك. لا يخدعنكم الشيطان عن مثل هذه الأشياء. لذلك في الصلوات مستحب في تشهد الصلوات تقول: وقرب وسيلته، تقبل شفاعته وقرب وسيلته. رسول الله محتاج إلى دعائك، أنت تتقرب. ورسول الله بالنسبة إلى الله يحتاج، فقير. لولا الله، لولا عطاء الله المعصوم، شنو اللي يملك من نفسه؟ هيك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هو بالله كل شيء، من دون الله لا شيء. هذه هي العقيدة الصحيحة، خذوها هكذا بلا مغالاة بلا تقصير في العقيدة. المعصوم كل شيء هو بالله. لا يتوهم متوهم أنه يقول أنكم تقولون هو من دون الله كل شيء، أبدا، لا أحد يقول بهذا. عقيدة آل محمد عليهم السلام أنهم بالله كل شيء ومن دون الله ليسوا بشيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني حميد. إذن لا ينخدع الإنسان يقول أنا لماذا أدعو لإمام زماني؟ إمامي ما محتاج. الإمام يحتاج إلى دعائك عند الله عز وجل. من تقرون دعاء الغيبة اللي أشرت إليه بالأمس تعرفون هذا المعنى، وهذا إلى تفصيل عميق الآن مو في وقت بيانه، بس اعرفوا أن دعاءكم لإمام زمانكم ينفعكم أنتم أولا، ويقربكم من يوم الجمعة، يوم الاتصال بإمام الزمان. الشرع مو اعتباط جعل يوم الجمعة يوم عطلة، قعود عن الدنيا، غفلة عن الدنيا. تخربت الحياة بسبب الثقافة المادية الحاكمة على البشر اليوم. الجمعة هم يوم عمل. شو وقت صاير التعطيل؟ البعض سبت وأحد، لعب من تحت الستار تجري في هذه الأشياء. المؤمن يوم الجمعة يقعد عن الدنيا ويتوجه إلى الآخرة وإلى إمام زمانه في يوم الجمعة. لذا وردت فيه هم زيارة مخصوصة له، تزوره زيارة مخصوصة. ورد في هذه الزيارة، لاحظوا العبارة حتى تعرفون ايش قد عظيم يوم الجمعة، شلون فرصة عظيمة. يا مولاي يا صاحب الزمان، هذا في يوم الجمعة هكذا تقول: صلوات الله عليك وعلى آل بيتك، هذا يوم الجمعة. هذا نوع من الاستغاثة، هذا يوم العطية، هذا يوم العناية، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك، والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك. هنا لاحظوا
العبارة قد عظيمة. وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، ضيف نازل عندك، جار نازل عندك، مستجير. وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. هذه زيارة في يوم الجمعة، فيها دلائل. من الدلائل أن يوم الجمعة يوم خاص بصاحب الزمان، وهو اليوم الذي يتوقع فيه الظهور. المنتظرون في كل جمعة يترقبون الظهور، المنتظرون. فينبغي للمؤمن إذن في هذا اليوم أن لا يغفل منذ أول صباحه يسلم على إمامه ويزور بهذه الزيارة. يوم العناية والاتصال. الملفت أن الإمام صلوات الله عليه مأمور بالضيافة والإجارة، تكليفه أن يستضيف المؤمنين، تكليفه أن يجير أهل الإجارة، تكليف. هل الإمام يخالف أوامر الله عز وجل؟ في يوم الجمعة تكريمان أكو للمؤمنين، تكريم ذاتي وتكريم وظيفي. التكريم الذاتي هو كريم من أولاد الكرام، هم أصل الكرم. إذا يستضيف الكريم يستضيف إنسانا، شنو يعطي ويقدم له؟ وتكريم الوظيفة، الله عز وجل آمره بأن يستضيف العباد في يوم الجمعة. إيش قد يخسر هذا اللي يروح في يوم الجمعة يغفل عن هذه القضية؟ بين يديك الضيافة، بين يديك الكرم، ولكن الإنسان أحيانا يغفل. وهذا هو مرتبة من مراتب الربوبية، مرتبة من مراتب الربوبية الإلهية للعباد. يأمر وليه وخليفته في الأرض أن يستضيف العباد ويستجيب. ولعل اعتبار يوم الجمعة يوم عيد ناشئ من هاي الجهة، أنك تستضاف من قبل ولي الزمان، وحاجاتك ومطالبك مقضية، وفيه فرج عن المؤمنين. في الأخبار الشريفة تضافر أن الأيام، أيام الأسبوع، مقسمة على المعصومين. هاي نكتة معرفية مهمة. هذه في كل يوم أكو اختصاص لبعض المعصومين في ذاك اليوم، هو الذي يعذب ويضيف العباد. السبت رسول الله صلى الله عليه وآله، الأحد لأمير المؤمنين وفاطمة، الاثنين للحسن والحسين، وهكذا سائر الأئمة الطاهرين في كل يوم مخصوص ببعض المعصومين. استغيثوا بهم، بكل معصوم في يومه، أنت في ضيافته. إذا عندك حاجة توسل يوم السبت برسول الله، يوم الأحد بعلي وفاطمة، يوم الاثنين بالحسن والحسين، وهكذا. يوم الجمعة استغث بحجة الزمان صلوات الله عليه، وهو يوم عيد. الشيخ الصدوق في الخصال روى عن الصادق عليه السلام. لاحظوا الجمعة شقد إلى أثر، شلون لازم أهل الإيمان يلتفتون إلى هاي النكات ويتركوا الدنيا يوما في الأسبوع، ولو يوم، لأجل أنفسهم، لأجل نفوسهم، لأجل آخرتهم. قال الجمعة للتنظف والتطيب، تنظيف البدن، تنظيف المظهر، وتنظيف الجوهر. لذلك يستحب الحضور في المساجد، وأكو صلاة الجمعة واستماع إلى خطبة، نظف الظاهر وتنظف الباطن. وهو عيد المسلمين، الإمام الصادق يقول.
وهو أفضل من الفطر والأضحى. عيد الفطر ايش قد الناس يهتمون به، الجمعة أفضل منه. عيد الأضحى ايش قد الناس تهتم به، الجمعة أفضل منه. المسلمون مما يؤسف له أضحى وفطر يعزلون ويعطلون أعمالهم وينشغلون بأفراح العيد، يوم الجمعة يشتغلون، وهو أفضل من الفطر والأضحى. ويوم الغدير أفضل الأعياد، وهو 18 من ذي الحجة، وكان الغدير يوم الجمعة. ستعرفون شلون الأشياء مترابطة مع بعضها، ماكو شيء عبث هكذا. بعد ويخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعة. بعد وتقوم القيامة يوم الجمعة. وما من عمل يوم الجمعة أفضل الأعمال، هو أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن تلاحظون يوم الجمعة يوم الاتصال بآل محمد. من يمثلهم في زمانك هذا؟ حجة الزمان، إمام زمانك. أكثر من الصلاة عليهم وألحقها بالدعاء بالفرج، وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن. ألحقها بهذا والعن أعداءهم. هذا الذكر الكامل الذي يشتمل على كل الأذكار، ويشتمل على أهم دعاء، الدعاء بالفرج. هذه أمور ميسورة بأيدينا، حريم الإنسان يضيعها. ويستحب قراءة دعاء الندبة، وما أدراك ما دعاء الندبة، من وسيلة ارتباط بإمام الزمان صلوات الله عليه. فيه شعور عميق من المؤمن باللهفة إليه والشوق، تحرك. إذا قلبك ما يتحرك مو معلوم الباب ينفتح، لازم قلبك يحترق. شوق. في كثير من أدعية يوم الجمعة هم وارد طلب النصرة وتعجيل الفرج. وفي تعقيب ظهر يوم الجمعة وارد هذا الدعاء، مختصر منه أقول، يعني فقرة منه: إلهي اشتري مني روحي، إن الله اشتري مني روحي التي أوقفت لك وحبست على أمرك بالجنة، خذ روحي إليك وأعطني الجنة. مع معصوم من عترة رسول الله المحزون لمظلوميته، وما نسب لولايته بأنه يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت من الظلم والجور. اللهم عجل فرجه. خلي يسمع منك إمامك هذا النداء، خلي يشوفك أنت في هذه اللهفة في يوم الجمعة، حتى تحصل فرصة اللقاء. زين. الزمان الرابع لكم خلق بعد لون. اليوم الرابع للاتصال، وهذا ربما سيستغربه البعض، ولكن